السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة. الجزء الثاني من قراءات 2023. زي ما قلت في الفيديو اللي فات، انا قرأت 28 رواية و18 كتاب، فالنهارده معانا 18 كتاب. نركن دول ونبدأ بالجانب اليمين. أول عمل معانا وهو الطريق إلى القرآن لإبراهيم السكران. الكتاب ده جامد الصراحة، 125 صفحة لأي واحد عايز يسلك طريق القرآن، ويمكن ده من أساسيات طالب العلم. يعتبر الكتاب ده من الأساسيات اللي هيعتمد عليها. الفارس بتاعه هي سطوة القرآن، وقد إيه القرآن بمجرد إن هو يتلى الإنسان يخشع بكل سطوة سبحان الله من عند ربنا. بعد كده تأمل كيف انبهروا. بعد كده نزل الأشعريين القلوب الصخرية. في آية القرآن بتقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فنرك بقى على قلوب العباد اللي هي لينة طيبة كده. الشاردون تطول الطريق من مناطق التدبر. كل المنهج في كتاب دوي الليالي الرمضانية. الباب ده يعني كان جامد بالنسبة لي، كتاب قوي جدا، وهعمل عنه ملخص ان شاء الله في سلسلة الملخصات اللي ان شاء الله اعملها في المستقبل. فكتاب لازم تقراه الصراحة. الكتاب الثاني هو فاطمئن لعمر آل عوضة. مش عايز اقول تافه لانه كان فيه اجزاء بيتكلم عن ربنا، بيتكلم عن حاجات اسلامية شوية، بس انا هوريك الكتاب ده. كتاب يعني ديت سطر كم سطر، حرفين هنا سطرين هم حرفين دولت واخدين صفحة. طلب بسيط: صلى على حبيبك النبي محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. المهم انا عارف ان انا اصلي على النبي ديت حاجه جدا جدا جامده، ما ينفعش حد يقلل من حاجه زي تمام، مفيش اي اشكاليه، بس نقطه زي ديت تضايق الصراحه. من كان مع الله في الدنيا خدمته الدنيا، ومن ابتعد عن الله في الدنيا اذلته الدنيا. لثلاثه امور تصبح المراه عظيمه: في سترها، في حسن خلقها، في عملها. ديت واخده صفحه. صديق يعلم اسرارك اشد خطرا عليك من عدو غاض فخذ حذرك. هل الحاجات ديت فعلا تستحق ان تتحط في كتاب؟ انا شايف ان في فيسبوك، في انستجرام، في حاجات من ديت جدا جدا كتير تحطوا له في كتاب. حتى عمر آل عوضة ده واخد شهرة جدا جدا جامدة، يعني حتى عنده قناة يوتيوب وصلت تقريبا دلوقتي بيقرب من 10 مليون. مش هقراه اصلا تاني. الكتاب اللي بعده وهو The Secrets of Millionaire Mind Mastering the Inner Game of Wealth للدكتور هارف إيكر. 195 صفحة. ده تاني كتاب قرأته بالانجليزي السنة دي، وده لاني خطوة الانجليزي او تطوير الانجليزي بتاع السنة دي، وقلت ايه ان انا هطور انجليزي وهكذا، فقلت ان انا لازم اقرأ واستمع لحاجات الانجليزي. الحاجة اللي بتضايقني في الطبعات بتاع سورة أزبكية الايام دي انها بتكون خطها صغير جدا، يعني شايف خطها، يعني مفيش مكان ان انا اعرف اعمل هايلايت. حاجه مؤسفه جدا الصراحه. ده بنفسه كان جامد جدا الصراحه، بيتكلم عن اسرار الحصول على المال وزي ان الاغنياء بيفكروا، وبيتكلم اكتر في المايند سيت بتاع الناس اللي هم اغنياء. لغته بسيطه. لو واحد مبتدئ في القراءه وعايز يبدا مشوار ان هو يقرا انجليزي، الكتاب ده وكتاب تاني هقوله في الحلقه سهلين جدا، كلماتهم جدا جدا بيزك، وتقدر تستوعبهم وتستفاد منهم في نفس الوقت. الكتاب اللي بعده هو مسلكيات للدكتور ابراهيم سكران. جامد جدا جدا الصراحه، استفدت منه حاجات كتير. كتاب 187 صفحه، صغير وبسيط ولذيذ وحاجات من ديت. بيتكلم عن حاجات كتير، وبرضه زي ما قلت ان هو اساس لطالب العلم الشرعي. اي حد عايز يطلب علم شرعي الكتابين دولت لازم يقراهم. القسم الاول في الكتاب بيتكلم عن جسر التعب، ان الانسان لازم يتعب. لا يستطاع العلم براحه الجسد، لازم عشان تطلب علم لازم تكون في تعب، في مشقه. ولا بد للشهد من ابر النحل يا صديقي. عشان تاخد العسل بتاع النحله لازم تتلدغ، اتلدغ. بعد كده بيتكلم عن مأزق المترقب. الباب ده بيتكلم عن التسويف، الباس العجز، جبة الحكمة، فن القراءة الجردية، التصنيف التحصيلي. فكتاب جميل جدا الصراحة. الكتاب اللي بعده هو فن اللامبالاة للكاتب مارك مانسون. لعيش حياته خالف المألوف. 269 صفحة. كتاب فلسفي جامد، استفدت منه كتير. في ناس كتير كانت بتقول ان هو مش كويس، بس انا لما قراته الصراحة استفدت منه كتير، خلاني اشغل دماغي جدا، وعرفني معنى السعادة. زي ما كنت بسمع ان التعب هو اللي بيجيب سعادة، بينما الراحة والأنتخة عمرها ما بتجيب سعادة. وكلمني برضو عن حاجات تانية، زي مثلا ان الانسان طول ما هو حاطط هدف يكون بيسعى لتحقيق الهدف ده، بس بمجرد ان هو يوصل له خلاص على كده. بينما لما الانسان يحط سيستمز زي الكتاب اللي بيتكلم عن الموضوع ده وهو العادات الذرية، ان الانسان لازم يحط السيستمز حركه اكتر من ان هو يركز على الهدف، لانه لو وصل للهدف خلاص على كده هيقعد وينتخ. حتى في اول الكتاب بيضرب المثل كاتب امريكي تشارلز بوكوفسكي، بيكتب روايات، بيشرب الكحول، وكان الروايات بتاعته ما كانتش بتنشر. بيقول لك ايه بقى: ليه انا اختار واحدا من اثنين، البقاء في مكتب البريد حتى اوجدنا تماما، هو كان شغال في مكتب بريد، او البقاء هنا في الخارج لتمثيل دور الكاتب والتدور جوعا. لقد قررت ان اتدور جوعا. لم يكن نجاحه نابعا من تصميم على الفوز، بل من حقيقه ادراكه ان شخص فاشل، ومن قبوله تلك الحقيقه. اكيد في ناس بتعمل انجازات جامده، وفي ناس مش قادره تعمل نفس الانجازات ديت. في ناس بتعمل ملايين، وفي
في ناس لا، في ناس مكتوب لها ان هي تتشهر، وفي ناس مكتوب لها ان هي لا، الحياه البسيطه ديت هي الكويسه. كود تاني بيقول لك لان الاهتمام اكثر باشياء امر ملائم تماما لمصالح الشركات. الكاتب برضو كان بيتكلم عن الفلسفه اللي بتمشي بها الشركات وشركات الدعايه وهكذا. بعد كده السعاده مشكله، لست شخصا خاصا متميزا، قمه المعاناه من اجل السعاده. كتاب اللي بيوضح النقطه ديت بقى قوي اللي هو المخ السعيد. بعد كده بيقول لك الفشل طريق التقدم، دايما النجاحات بتبدا بفشل. طول ما انت بتفشل، طول ما انت تبقى عارف انك انت ماشي على الطريق الصحيح، لغايه ما تتعلم من التجارب اللي انت خضتها ديت. بعد كده اهميه قول الله، الكتاب ده اتشهر بسبب محمد صلاح بالمناسبه. بعد كده كتاب لديمون زهريدس وهو صباح استثنائي كل يوم. ديمون زهريدس من الكتاب الجامدين جدا اللي انا اكتشفتهم السنه دي، استفدت منه كتير جدا جدا، في خطوات عمليه تقدر تنفذها على ارض الواقع، وتقدر تبني روتين صحي يومي. اداني خلفيه عن النوم وازاي ان القهوه والكافيين بيأثر على النوم بتاعي وجوده النوم بتاعي. خدت من خلاله خطوات كويسه، وهرجع اقراه تاني وهعمل عنه ملخص جامد جدا ان شاء الله. الكتاب اللي بعده وهو قوه التركيز للكتاب الثلاثه، مارك فيكتور هانسون وليس هيرويت وجاك كانفيلد. كتاب كبير جدا 339 صفحه. من الحاجات القويه في الكتاب ده ان هو كل فصل مثلا او كل معلومه بيتكلم عنها بيجيب قصه لشخص معين وقصه كفاحه وقصه نجاحه. والحاجه الثانيه الجميله في الكتاب ان هو بيديك انشطه اخر كل باب واسئله كده انت تجاوب عليها. ديت حاجه جامده جدا في اي كتاب، خليك واحد اكتيف ليرنر مش باسيف ليرنر. فكتاب جامد الصراحه. الكتاب اللي بعده وهو من الذي حرك قطعه الجبن الخاصه بي للكاتب سبونسر جونسون، طريقه مذهله للتعامل مع التغيير في عملك وفي حياتك. كتاب صغير خالص، الكتاب كل 91 صفحه، ممكن نختصر فيه ازاي ان الانسان يتاقلم مع التغيير. مش كتاب قوي، فيديو 5 دقايق على يوتيوب بل دقيقتين كمان يقدر يلخص لك المعلومه اللي في الكتاب. الكتاب اللي بعده وهو علاقات خاطره لدكتور محمد طه. دكتور محمد طه هو دكتور طب نفسي. الكتاب ده بيتكلم عن العلاقات وتاثيرها وبعض العلاقات التوكسيك اللي هي 30 علاقه تقريبا كان كاتبهم في اخر الكتاب. كتب محمد طه بصراحه من الكتب اللي نمت عندي الوعي النفسي. كان بيتكلم عن علاقتنا مع اجسامنا والتناقض بين الثلاث شخصيات اللي جوانا، متلازمه لازم والمفروض، والسطوه بتاعه الاباء والامهات والتربيه الخاطئه انك انت لازم تعمل حاجه معينه وان المفروض تعمل حاجه معينه، مش من حقك انك انت تفكر. والحاجات ديت كلها مشاكل نفسيه. في باب من الابواب كان بيتكلم عن الكارير شيفت، وبعد كده في الاخر بقى بيتكلم عن العلاقات التوكسيك. كان كتاب جامد، كتابات محمد طه جدا جدا جامده. بس في كتاب كان شامل كل الكتب اللي هو عملها، وتقريبا كتب 3 كتب او 4 كتب، لا بطعم الفلامينكو، علاقات خطره، والخروج عن النص، وتقريبا في كتاب تاني. الكاتب كان كاتب كتاب في الاول فما عجبهوش فطور فيه في اخر كتاب عمله. كتاب علاقات خطره منفصل شويه لوحده. بينما الكتاب اللي بعده وهو الخروج عن النص من جديد لدكتور محمد طه زي ما قلنا، مش فاكر الصراحه عن الكتاب اللي كان قوي. الكتاب اللي بعده وهو لا بطعم الفلامينكو لدكتور محمد طه. في فتره من الفترات السنه دي كان عندي هوس بالطب النفسي، ممكن اكون كنت دخلت على مرحله اكتئاب فكنت مهتم بالجانب ده. الكتاب انا كنت مفكره في البدايه ان هو بيتكلم عن ازاي انك انت تقول لا، بس اكتشفت في الاخر ان هو لا، كتاب طب نفسي يعني. الكتاب اللي بعده هو مدير الدقيقه الواحده للكاتب كيم بلانشارد. كتاب برضه بيحكي من خلال قصه معينه ازاي انك انت تحافظ على وقتك. مش جامد واو، 100 صفحه. الكتاب اللي بعده وهو للدكتور نشوى صلاح وهو قهوه صباحيه مع النفس. كويس، شفت كتب بعديه كانت اقوى من ده. ديت انا كنت فرحان بيها قوي انها بوك مارك في الكتاب كده، فتستخدمها كبوك مارك، كانت حاجه جامده جدا. الحاجات القويه اللي في الكتاب ان هو بيشاركك في اسئله كده، بيشاركك فيها وانت تحلها او انت تجاوب عليها. وزي ما قلت ان ديت اسلوب من اساليب الاكتيف ليرنينج مش الباسيف ليرنينج. بتتكلم عن السعاده والهدف والطموح والشغف وحاجات من الحاجات دي. كاتبه واستشاره صحه نفسيه وعلاقات انسانيه واجتماعيه وتطوير ذات. والله وعشنا وبقينا في الزمن اللي بقى فيه تطوير ذات، بقى ليه مجال وناس تتخصص فيه، حصل على الدكتوراه في العلاج السلوكي المعرفي. بصوا وانا بامانه يعني بقينا نخلق وظائف من غير وظائف. مدرب تنميه بشريه، تطوير ذات، انا معاك ان ده مجال جدا جدا كويس وان ده بيساعد على تطوير شخصيتنا وحاجات من ديت. بس هل ده مجال اروح اكشف عند واحد واقعد معاه يكلمني في تطوير ذاتي وبتاع؟ انا ممكن اقرا كتاب. فممكن تشاركني رايك في الموضوع ده وتقول لي ايه رايك. انا معاك ان التعليم بيتطور وفي اقسام كتير بتظهر، بس هل في استشاري تطوير ذات؟ الحاجات الجميله برضو استفدتها من الكتاب ده يعني. بس انا كاتب حاجات في اخر صفحه كده.
كتاب وكتب واسماء كتب بتحكي قصص اشخاص ناجحين، برضو ادت ترشيحات لسير ذاتيه وكانت جامده جدا الصراحه. الشخصيات ديت الصفحه بتاعت السيره الذاتيه او اللي على اليمين دي من الحاجات الطريفه جدا. الكلب مش راضي يسكت، يا ابني اسكت بقى. من الحاجات الطريفه جدا ان احنا لما يكون عندنا واحد مشهور وكده بنقعد نشوف مثلا الاستوديو بتاعه جايب كتب ايه ومعدات ايه وحاجات من دي. جيت في مره خدت سكرين من المكتبه بتاعه الكتب بتاعه احمد ابو زيد وشفت فيه الكتاب بتاع قصه سنغافوره، علق معايا قوي. هنا لقيت قصه سنغافوره وان هي قصه نجاح وحاجات من دي، شجعني ان انا عايز ادور على الكتاب ده. anyway great book. الكتاب اللي بعده وهو فاتتني صلاه لاسلام جمال، كتاب بيتكلم عن الصلاه. لو انت مش عارف تخشع في صلاتك، لو انت مش عارف تقرب من الصلاه وايه المعتقدات بتاعتك وازاي انك انت تغير المعتقدات بتاعتك وازاي انك انت تروح وتصلي، استفدت منه حاجات كتير. حته تطوير الذات كانت موجوده في الكتاب ده. كان بيتكلم عن سيلف ديسيبلين، الانضباط الذاتي والروتين، وبيتكلم عن الصحيان من بدري والعاده المعجزه. ودي فكره فيديو بنعملها ان شاء الله او هنعملها او هنصورها ان شاء الله. الصفحه اللي على اليمين ديت صفحه عجبتني جدا، ان كاتب فيها اسماء بعض القراء او المشايخ اللي هو بيحب يسمع لهم القران، بعض الناس الدعاة وبعض قراء القرآن. تحس ان كاتب جزء منك كده بيكلمك وبتكلمه، هو بيسمع ايه ومتابع ايه والناس اللي بتفرج عليهم وهكذا. ديت حاجه بتحسسك ان هو لا واحد صاحبك وبيكلمك. فلو انت عايز تحافظ على الصلاه فشوف كتاب فاتتني صلاه، جامده الحته دي. الكتاب اللي بعده وهو نظريه الفستق للكاتب فهد عامر الاحمدي، كتاب سيغير طريقه تفكيرك وحكمك على الاشياء. وده حصل فعلا. نظرتي والمايند سيت والعقليه بتاعتي اتغيرت تماما بعد قراءه الكتاب ده. الفرص بتاعه اعرف نفسك، المعتقدات بتاعتك وتأثيرها عليه، أهمية انك انت تلغي السلبيات قبل اولى من انك انت تهتم بالايجابيات. anyway كتاب جميل وهتستفاد منه كتير. اعمل ايه؟ الكتاب اللي بعده هو Good Vibes Good Life، كتاب لفيكس كينج. How Self Love is the Key to Unlocking Your Greatness. ازاي انك انت تحب نفسك ده بيأثر على الجريتنس او عظمتك. ف Good Vibes Good Life اللي هي مشاعر جيدة حياة جيدة. الكتاب بيديك شوية حاجات عملية او خطوات عملية تقدر من خلالها تحب نفسك، تقدر من خلالها انك انت تزود من انتاجيتك، تقدر منها انك انت تعيش حياة سعيدة. وده الباب بتاع الامتنان اللي كان بيتكلم عنه، وحاجات كتير بيتكلم عنها. اهمية او تأثير الكلمات علينا. الكلام الايجابي دايما بيحفزنا وبيخلينا نسعى ان احنا نكون زي ما الناس معتقدة علينا او زي ما الكلام ده بيقول. مثلا لو قلت لك انت كويس، انت هتسعى انك انت تكون كويس. انت ذكي، فانت هتسعى انك انت تكون ذكي. بينما لما اجي اقول لك انت فاشل، تأثير الكلمات ديت على الاطفال الصغيرة بيكون اكبر من الناس الكبيرة. anyway عشان ما نروحش بعيد، الكتاب بيديك شوية فايبز تقدر تعيش من خلالهم حياة ايجابية وحياة سعيدة. كان كتاب جامد، لغته بسيطة، تقدر تبدأ بيه. لو انت عايز تبدا مشوار انك انت تقرا كتب انجليزي هتستفاد جدا منه، وبرضه هتطور لغتك منه. وخلي بالك برضه نقطه انك انت تلاقي كتاب انجليزي بلغه بسيطه وتقدر تطور منه الانجليزي بتاعك، ديت نقطه صعبه. الكتابين دول ذا سيكريتس اوف ذا مليونير مايند والكتاب بتاع فيكس كينج اللي هو جود فايبز جود لايف. كتابين مهم تبدا بيهم جدا. الكتاب الاخير معانا وهو جدد حياتك للغزالي، محمد الغزالي. كتاب جدا جدا جامد. من الحاجات اللي كانت مخلياني اوقف يوتيوب فتره من الفترات، كنت شايف نفسي شخص بيحاول انه يحسن الناس بدل ما هو يركز على تحسين نفسه. ويعني زي ما بقول لك ايه، ابدع بنفسك فانهاها عن غيها. الايه القرانيه اللي بتقول مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. وقفت يوتيوب لاني عايز اطبق النصيحه اللي انا بقولها او بحاول ان انا احسن من خلال الناس. لا، انا احسن نفسي الاول وبعدين احسن الناس، بدل ما اكون من جسر الناس يعبروا بي للجنه وانا القى في النار. لا، انا احاول اهتم بنفسي والناس برضه اكيد يعني هتتحسن بعد كده وهتقتدي بالافعال اللي انا بعملها. الكتاب 218 صفحه. جدد حياتك، عيش في حدود يومك، الثبات والعناء والاحتيال، هموم وسموم، ازاي تزيل القلق، علم اثمره العمل، افات الفراغ. anyway كتاب جامد ومهم ان اي حد يقراه. وبس كده وصلنا لنهايه الحلقه. لو عجبتك الحلقه ما تنساش سبسكرايب ولايك شير، واتمنى ان انا اكون شجعتك انك انت تبدا مشوار القراءه. السنه اللي جايه تكون سنه سعيده عليك وبدايه موفقه ان شاء الله.
شاء الله في عالم القراءة. تجربتي مع القراءة ان شاء الله مستمرة وهتفضل دايما مستمرة ان شاء الله. اتمنى ان انا اكون شجعتك، واتمنى ان انا اكون اديتك خلفية عن الكتب الكويسة والكتب اللي مش كويسة، شاركت معاك حاجة زي كده، وانا بكون مبسوط ان انا بشارك حاجة زي كده. ان شاء الله تكون السنة الجاية احسن واحسن. السنة دي كانت 18 كتاب، السنة الجاية تكون 25 30 كتاب ان شاء الله. بس كده استنى الحلقة اللي هتكون بتاعة تأثير القراءة عليا بعد سنتين ان شاء الله تنزل قريب. استنونا في الحلقة الجاية. سلام.